طب يا بنات، ازاي نكون لابسين حاجات تخلي لبسنا شكله شيك وكيوت وفي نفس الوقت اكون محافظة جدا ان مفيش اي حاجة من جسمي او غير الحاجات اللي متاحة تبان غير الايدين والوش بس انه يبان، ويبقى كل اللبس كده فضفاض وشكله لطيف وحلو. في حاجات بتبقى مهمة جدا جدا انا عايزة اكلمكم عنها، بتحلي شكل اللبس وبتخليه اشيك واحلى واكيد بكتير قوي. من ضمنهم مثلا البادي اللي انا لابساه، اللي هو بيبقى ليه فتحه صباع من هنا، بتبقى شكلها عامل كده، بتبقى شكله حلو قوي قوي. ولو انتي مش قادره تلاقي البادي او البادي غالي عليكي وبتبقى مش لاقياه او اي يكن اي سبب إن كان، آه، في البديل بتاعه جبته عشان برضه اوريهولكم. بيبقى معصم زي كده، هو بقى مش معصم بقى اللي هو لحد هنا بقى، في حته دي حلوه قوي قوي. انا جبته من عند الجامعه، ممكن تلاقوه عند مكملات الحجاب، ممكن تلاقوه في اي حته. بصوا بيبقوا قطعتين كده، بتلبس برضو بنفس الطريقة دي اهو. بصوا بقى بيبقى عامل ازاي، بيبقى فيه هنا بقى كده فتحة بتبقى موجودة هنا، حتى انتوا ممكن تشوفوها اهي. شايفين شكلها بيبقى عامل ازاي؟ بتلبسوه بقى عادي جدا وبتدخلوه من جوه الهدوم، بس عشان لابسه طبقتين فبتدخلوها دي من جوه الهدوم، واللي بيبان هو الجزء ده. هو انا شفت منه الاسود بس، حتى انا سالت الراجل اللي بيبيع بقول له هو مفيش منه لون ابيض او كده، قال لي هو الاسود يعني متداول اكتر وبيمشي مع كل حاجه، فهو بيبقى شكله حلو قوي انك تلبسيه. وبرده تداري تداري المعصم من هنا، عشان في حاجات بتبقى مفتوحه. ان انا بشوف بنات في الصيف، بصوا ما تقولوش الدنيا حر، هو انا بشوف بنات في الصيف بتبقى لابسه الحاجات اللي هي كمها يعني طويل، كمها واسع قوي، وبلاقيها ايديها بتبان لحد كوعها. فده بيبقى غلط وما ينفعش، لانه لازم الحجاب انه يكون ايدينا متغطيه كويس. فانا شايفه ان هو شكله كيوت صراحه، هو مش بس شكله شيك او شكل، او مش بس ان هو بيغطي جسمنا وبس، لا هو كمان شكله كيوت وشكله حلو قوي. طيب في حاجه تانية بحبها قوي، وهي دي النضاره برضو من الحاجات اللي بتبقى مكمله جدا، هي والاكسسوارات في اي هدوم. ال اسمه ايه، مش عارفه اسمها ايه دي بصراحه، اسمها طاقيه، اسمها ايه، نسيت. بصوا تتلبس ازاي بقى، تتلبس كده تمام، وانتوا بقى بتبداوا تطلعوا وتثبتوها كويس وتبقى معموله كده. هي برضو شكلها بيبقى حلو قوي ولطيف، وممكن تلبسوها كده، بتبقى شكلها برضو حلو قوي في التصوير، وموجودة في اماكن كتيرة واسعار كتير، وهي نازلة كوخ بس انا لقيت منها القطيفة دي، كانت صدفة بصراحة فحبها قوي. في بقى حاجة تانية اللي هو نفس النظام، بس اللي هو جوانتي. الجوانتي بقى اللي هو بيبقى فيه نص صوابع، بتبقى برضو شكلها حلو قوي وكيوتة في الشتا، وبتخلي شكل اللبس حلو جدا. كمان الكاب ده على فكرة قديم قوي، يعني اعتقد انه بتاع جدتي، اعتقد كده، الله يرحمها يا رب. فانا لقيته في المخزن بتاعنا، اخدته غسلته وقلت لا انا لازم البسه، انا لازم البسه، شكله تحفه. بصوا شكله بقى، انا هو بس عايز منها كده اتظبط، بس انا عايزه اوريكم شكله يعني، لانه في منه دلوقتي فعلا نازل موضه اهو. ممكن بس يتظبط البوز بتاعه ده، بيبقى عامل كده او عامل كده، بيبقى شكله حلو جدا برضو في اللبس، ومحلي شكل اللبس، ومخليه شكله ألطف وأحلى بكتير. فانتوا عندكم حاجات من مكملات اللبس بتبقى لطيفة وصغيرة، ما بتاخدش مساحة في الشنط لو واخداها ومسافرة، وما بتاخدش مساحة في دولابك، بس أنا متأكدة 100% انها تقدر تغير لك يعني شكل لبسك كله. فدي معظم الحاجات. في حاجات تانية بحاول ادور عليها واجربها واشوف انهي برضو بتبقى عمليه اكتر، ودي بصراحه بتبقى شكلها حلو قوي وعمليه قوي برضو، وبتقدري تلبسي اي اكسسوارز في ايديكي في صوابعك، بتبقى برضو شكلها تحفه. ف ايه رايكم؟ قولوا لي بقى رايكم في التعليقات، ورب يكون فيديو لطيف وخفيف وبسيط كده عدى عليكم حلو. ما تنسوش تحطوا لي لايك وسبسكرايب، وكل السوشيال ميديا اللي هم ايه، تيك توك والفيسبوك والانستجرام، تحطوا لي عليهم، انا مش عارفه ليه الاضاءه عماله تعمل كده، وتحطوا لي بقى متابعه عليهم هناك كلهم اوعوا تنسوا علشان تتابعوني في كل حاجه بنزلها. بس كده، باي باي.